حصلت فتنة في البلاد لحد ما قدر سليم الأول إن يهزم أخوه ويجبر أبوه على التنازل عن العرش ويسيطر على الحكم سنة 1512 بسبب دعم الانكشارية ليه. سليم لما وصل للحكم كان عنده خطرين بيهددوا دولته وهما المماليك والصفويين، فده خلاه يحول دفة الفتوحات من أوروبا للشرق. وبعد سنتين من توليه الحكم دخل معركة دموية مع الشيعة الصفويين، وده بسبب تهديداتهم المستمرة للعثمانيين من ناحية الشرق وبسبب نشرهم للمذهب الشيعي بالقوة. فجهز سليم جيش كبير وهزم إسماعيل الصفوي في معركة جالديران سنة 1514، وده اللي خلاه يحارب المماليك بعد سنتين، وتحديدا سنة 1516 في معركة مرج دابق، واستسلمت الشام بدون مقاومة. ومش بس الشام، دي كمان مكة والمدينة، وكل ده كان قبل ما يهزم تومان باي في معركة الريدانية سنة 1517 ومصر تبقى تحت ايده رسميا. وبقى رسميا سليم الأول هو أول خليفة عثماني للمسلمين. كل ده كان في فترة حكم استمرت 8 سنين بس، علشان يموت سنة 1520 وتولى بعد منه ابنه سليمان القانوني، واللي كان عكس أبوه تماما. سليمان كان متعلم ومثقف